غاز الطبخ، فهذا أمر أشد غرابة من بين الغرائب الأخرى. ياسر في محافظة واسط أجبر منذ طفولته على أن يصبح مدمنا، حيث تعمدت عائلته ربطه بسلسلة إلى قنينة الغاز لمنعه من مغادرة الدار، وإذا به يعايش رائحة غاز الطبخ ويتلذذ باستنشاقه ليتحول إلى مدمن عليه مع دخان السجائر وشرب المياه الآسنة. رياض العقيلي وافانا بهذا التقرير عن مأساة ياسر المؤلمة. ياسر لا يحب الطعام والماء الطبيعي، لأن غذاءه الأساسي هو الغاز السائل أو ما يعرف بغاز الطبخ. وفي حالة عدم حصوله على كمية الغاز اليومية فإنه يصاب بانهيار عصبي لا تمسكه عن تخريب ما في المنزل غير هذه الأغلال. وفي حالة استمرار منع الغاز عنه فإن جسمه يصاب بطفح جلدي. وليس هذا فقط، بل أن ياسر يستطعم بالمياه الآسنة وثقيلة أكثر من غيرها. أنه لا ينطق لكن يسمع ويفهم ويطيع، وهو ليس بمجنون، إلا أنه مدمن من نوع خاص. عايش على الغاز والجقاير من عمره هو 6 أشهر. كانت بيه سحاية، صار عمره 6 سنوات قام يشرد برا ما يجي، فقمنا نربطه بالغنينة مال الغاز. ولحد هاي الحالة احنا تعود هو على الغاز، يشرب من 3 إلى 4 يوميا. فرغم هسه حالتنا ما تساعد، وهاي قمت يوميا اطيق غنينة يوميا غنينة على هالحالة. اذا ما نعطي غاز تظهر فيها طفح جلدي، اعراض جلد جسمه اذا ما نعطي غاز. فناشد ونطالب الحكومة بلكي تسوي له شاره. عرضنا الى عدة دكاترة ما صار. رحنا السعادة الوثري قال هذا مدمن ما له شاره، لانه على هالحالة مدمن هو. إذا أردت أن تكون صديقا حميما لياسر فأعطه سيجارة، فما من شيء أحب إليه أكثر من الدخان والغاز، لدرجة أنه يدخن دون أن يطرح الدخان، وهو ينتشي تماما إذا ما حصل على سيجارة بعد اسطوانة الغاز الذي يتغذى عليها منذ 6 من عمره، حينما تحولت حياته إلى غاز وأغلال ودخان. إذا يشرب سيجارة ما يطلع الدخان مالها. لدغتها مرة عقرب وماتت، أثر السم الغاز المدمن بجسمه. مرة يشرب من المياه الراكدة هاي مال الزبالة، ما يقذره يشرب من عده. فأريد الناس البكة يسوي له شارة. وإحنا أنا حالتي ضعيفة ما تساعد. قال ما نشوف رابطين بسلسلة، شنو الأسباب؟ الأسباب لأنه يريد غاز مع هذا. إذا ما نعطيه يفلش الغراض المحل، يكسر كل شيء ما يخليه. وإذا نعطيه هاي لا يرتاح شوي، نعطيه غاز غنينة أو نعطيه مي غدا شيء يحتاج أعطيه. والله يفتهم بس خرس، نحاكيه هاي عادي يفتهم. هو يسمع بس ما يحكي. إيه يفتهم كل شيء هو، بس نحاكيه هاي عادي. يعني مو مجنون، عقله نظامي. لا كل شيء ما بيه. قد يكون ياسر إنسان لا نظير له في العالم أجمع، وكحالة إدمان هي فريدة من نوعها، ولو كان في دولة أخرى لكان ظرفه مختلف تماما، ولا شك أنه وجد الاهتمام الخاص الذي يتلائم وحالته الفريدة. ما يوجع القلب أن أهل ياسر طرقوا أبواب المسؤولين بحثا عن حل لحالته، إلا أنهم لم يجدوا من يهتم لأمرهم، حتى أن أحد المسؤولين قال لهم استبدلوا بطاقته التموينية بكوبون غاز. فهل هكذا هي الحلول يا سيد المسؤول؟ لقناة الفرات، رياض العقيلي، واسط.